شيخ الإسلام بن تيمية من يتأمل سيرته رحمه الله تعالى وجهاده العظيم في نشر السنة والرد على أهل البدع والأهواء، وبعض أهل الأهواء وشوا به عند السلطان وسجن حتى إنه مات رحمه الله في السجن، مع ذلك كله يعني سجن كثيرا ومات في السجن، مع ذلك كان يعظم أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، وشديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة، وله في ذلك مصنفات رحمه الله. فكان يبين أن هذا المسلك الذي ونزع اليد من الطاعة يترتب عليه من الفساد ما هو أعظم مما يقع من الولاة من فسق أو ظلم أو جور. ويقول رحمة الله عليه: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.